ثلاثية Guardians of the Galaxy انتهت بعد نزول فيلم Guardians of the Galaxy Volume 3. وبما ان الفيلم بقاله فترة في السينمات، فكان عندي وقت ان انا افكر في الفيلم واتمعن في الرسائل والمعاني اللي الفيلم كان بيحاول يوصلها. وصل لليه الفيلم وفعلا والسلسلة دي كلها بتاعت Guardians of the Galaxy أثرت فينا بشكل كبير. هو ده السؤال اللي أنا هجاوب عليه النهاردة في الحلقة التانية من سلسلة مختبر السينما، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن المعاني والفن ورا الأفلام اللي احنا بنتفرج عليها. وواضح جدا انكم حبيتوا جدا الحلقه الاولى من مختبر السينما واديتوهم لايكات ومشاهدات حلوه جدا، فانا انبسطت جدا بده وحبيت ان انا اعمل لكم حلقات كمان وافكار اكتر مختلفه نتكلم فيها عن الفن والرسائل ورا الافلام اللي احنا بنتفرج عليها. بقى زي ما عرفتوا هتكلم عن فيلم Guardians of the Galaxy Volume 3. وبصراحة أنا مكنتش ناوية أتكلم عنه أو أعمل له حلقة في السلسلة دي، لكن لقيت ان السلسله كلها الصراحه تستاهل مني ان انا اتكلم عنها بتمعن اكتر وبحرق طبعا للسلسله كلها وللفيلم الجديد بالذات. فطبعا لو ما شفتوش الفيلم الجديد اتفرجوا عليه وبعد كده تعالوا شوفوا الكلام ده، لان المعاني كتيره جدا والسلسله فعلا والفيلم ده كانوا دافيين جدا ووراهم حاجات حلوه قوي حبيت ان انا اتكلم عنها. فقبل ما نبتدي ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان الفيديوهات الكتيره اللي جايه الفتره الجايه هتكون حاجات حلوه قوي هتحبوا انكم تشوفوها. وما تنسوش كمان ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات رايكم في الكلام اللي انا بقوله ده. هل حابين الافكار اللي انا قدمتها، حابين تضيفوا حاجات عليها ونتناقش كده في الكومنتات بشكل كبير. ومن غير مقدمات كتير يلا نبتدي. جيمس جان مخرج فريد من نوعه فعلا، وواضح من أعماله كلها في عالم مارفل السينمائي حبه للشخصيات اللي هو بيتعامل معاها واللي هو بيكتبها. بس الشخصيات بتاعتنا هنا هي الأساس في المناقشة اللي احنا بنعملها النهاردة. لأن هما رغم اختلافاتهم الكتيرة ورغم ان هما كانوا شخصيات مش معروفة قوي من الكوميكس، لكن في حاجة في السلسلة بتاعتهم أو الثلاثية بتاعتهم بتجمعهم كلهم. بنقابلهم كلهم بيكونوا في اماكن وحشه قوي في حياتهم. مثلا بيتر بيكون حرامي لسه مع فرقه الرافجرز اللي هي اصلا مزيفه مش الفرقه الاصليه. جمورا لسه بتكون بتمشي بطرق ابوها الوحشيه الشريره. دراكس لسه ماشي في طريق من الانتقام ملوش نهايه الى اخره. وممكن حتى يعني نفس كل شخصيه ونتكلم عنها، حتى نابيولا كمان اللي هي كانت شريره اصلا في اول فيلم كانت لسه بتقتل وبتعمل الحاجات السيئة جدا اللي أبوها كان بيجبرها عليها. فكل شخصية حتى الشخصيات الجديدة في الفرقة كانت في أماكن وحشة في حياتها. من أول ده تحديدا مع مرور الأحداث الخمسة الأساسيين بتوعنا بيبتدوا إن هم يحسوا ببعض، بيبتدوا ان هم يتغيروا بشكل كبير او يتغير المنتاليتي بتاعتهم وجهة النظر بتاعتهم اتجاه بعض. اول حاجه هم بيبقوا بيضطروا ان هم يشتغلوا مع بعض، بيضطروا ان هم يتعاونوا مع بعض عشان يهربوا من السجن ده ويبيعوا الحجر ده بتاع القوه وياخدوا فلوس وخلاص. لكن في الرحله دي بيبتدوا ان هم يعرفوا حاجات مختلفه عن بعض ويكتشفوا حاجات مختلفه عن شخصيات بعض تخليهم يحسوا ببعض وكمان يحبوا بعض ويشوفوا نفسهم كاصدقاء. بيتر مثلا لأول مرة بيشوف روكيت بالمعدات اللي متركبة في جسمه وظهره. بيسمع كلام روكيت المؤلم لما بيشتكي وكان بيتخانق مع دراكس في نوير، وحاجات مختلفة بتخليه يعرف روكيت ده إنسان أو يعني شخصية مكسورة. وهكذا كل شخصية بتعمل نفس الحاجة. جامورا مثلا لما بتكون عايزة ان هم يهربوا بالحجر عشان تبعدوا عن ابوهم ثانوس وتبعدوا عن رونان، بتشوف فيهم حاجات طيبة وحاجات نبيلة بتخليها تطلب منهم المساعدة، تطلب منهم ان هم يتعاونوا مع بعض عشان يقدروا ينفذوا المهمة دي. ولما كمان بيتر بينقذها انها كانت هتموت في الفضاء وبعد كده بينقذها، بتحس برضو بقد ايه هو انسان كويس، وبتبتدي كمان انها تكن اعجاب وحب ليه. وفي نهاية الفيلم كل شخصية من الخمس شخصيات دول بيقرروا ان هم لا احنا كنا عملنا غلطات في الماضي، مرينا بحاجات مش كويسة، بس احنا هنتعاون مع بعض وهنتجاهل كل الكلام ده وهنركز على هدف واحد بس، هو ان احنا ننقذ الكون، ننقذ او نعمل في اتجاه الحاجة الكويسة على المدى الطويل، ان احنا نبعد الحجر ده عن رونان وعن ثانوس عشان لو حصلوا عليها يحصل مشكلة كبيرة. وهنا بنبتدي نشوف بداية الرحلة اللي بيمروا بيها الجارنيز على مدار الثلاث افلام بتوعهم، على مدار وجودهم عامة في الام سي يو كله. حتى روكيت ودراكس بعد ما في الفيلم ده تحديدا تم التحديد ان هم اول لما اتقابلوا ما كانوش على وفاق قوي مع بعض، اتخانقوا حتى مع بعض في نوير، لكن في نهاية الفيلم دراكس كان بيواسي روكيت عشان هو فقد جرود في الفيلم ده وبيحس بيه وبيتعاطف معاه. انا اتخانقت مع الشخص ده بس هو دلوقتي يعني مر بحاجات
مش كويسة، فانا لازم ان انا اكون موجود جنبه واساعده كمان. بعد كده لما بنخش في الرحلة عامة بتاعة الجارديانز كفرقة وكعيلة مع بعض، ونشوف المشاريع اللي ظهروا فيها، بنبتدي نعرف حاجات كتير عن شخصياتهم، بنعرف حاجات كتير عن تاريخهم. مثلا بيتر معانا في الفيلم التاني بنشوف تاريخه مع ابوه ايجو، الكائن المغرور اللي شايف ان هو افضل من اي حاجة وان هو محور الكون، وان عايز يخلي الكون كله حرفيا هو كله ايجو. فبالتالي في الخطة دي ما بيتعاطفش مع اي حد، ما بيحسش باي حد اللي هم الكائنات اللي بيستخدمهم كجزء من خطته، وهم كمان بيكونوا اولاده. ان هو بيروح حوالين الكون والفصائل المختلفة اللي بيجيب منهم اطفال، اللي مش بيوصل لتوقعاته، مش بيتعاطف معاه، مش بيحس بيه، ومش بيقدر الابن ده زي ما هو، لا ده بيقتله وبيروح للي بعده. فهنا برضو بنشوف شرير بيتناقض تماما مع الفكرة او الرسالة او الحاجة اللي الجارديانز بيحاولوا ان هم يوصلوا لها. عكس الجارديانز برضو في الفيلم ده الرحلة اللي كانوا بيخوضوا فيها كانت برضو حاجة شبه كده، عكس كده تماما، وكان فيها رسائل كتير مهمة جدا، وكانت بتتمحور حول شخصية يوندو. يوندو كان ظهر في الفيلم الأول كشخصية كده جانبية، لكن كان ممكن نحس من شخصيته ان هو عنيف لبيتر، مؤذي لبيتر كمان، ومش بيعامله بافضل الطرق، عشان كده بيتر كان عايز يهرب منه اصلا. لكن في الفيلم ده بنقدر ان احنا نتعاطف معاه ونعرف قصته كانت عامله ازاي، ايه الدوافع والحاجات اللي خلته يتصرف بالطريقه دي ويعمل الحاجات المعينه دي. اسف لبيتر كمان في الفيلم ده، وبيفهمه كل حاجه، وبيعرفه ان هو كان فعلا بيحبه وكان بيشوفه كابنه. يوندو بقى كمان بيقدر ان هو يتعاطف مع روكيت. روكيت في الفيلم ده كان بيمر كده بقصة ان هو قاسي جدا على الناس اللي حواليه، اصحابه بقى وعيلته، وكان بيبعدهم عنه كده. فيوندو كان فاهم سبب الموضوع ده، مع انه ما كانش عارف تاريخ روكيت اصلا خالص. في الفترة دي كان شايف ان هو بسبب اللي هو مر بيه في الماضي بيحاول ان هو يبعد الناس عنه، عشان شايف ان هو مش يستاهل الحب بتاعهم، ما يستاهلش العطف بتاعهم ده، بسبب القصة المأساوية طبعا اللي احنا هنتعرف عليها او اتعرفنا عليها في الجزء الثالث. وسبب تعاطفه مع روكيت ان هو شايف ان هو احنا مرينا بتجارب مختلفة، بس تجارب صعبة، وبالتالي ردة فعلنا كانت نفس الحاجة، فانا وانت نفس الشخص، نفس التجربة، فانا فاهمك واقدر ان انا كمان اتعاطف معاك. برضو في الفيلم التاني ده جامورا ونيبيولا الاختين برضو بيحلوا مشاكلهم مع بعض، بيقدروا ان هم يصفوا الخلافات اللي كانت ما بينهم بشكل ما. نتفهم برضو الدوافع وراء افعالها، بنتعاطف معاها وبنعرف ليه هي عملت الحاجات دي كلها، وبتقدر هي وجامورا يصلحوا علاقتهم ببعض، وبنفهم ليه نيبيولا عملت كده. ونيبيولا الصراحه شخصيه من الشخصيات اللي فاجئتني جدا، الارك بتاعتها لما جيت ركزت فيها برضو اكتشفت انها حلوه جدا. بعد كده بقى بنخش في الفيلم الثالث والجزء الاخير، وبنشوف هنا كل حاجه تم التمهيد ليها، بنائها خلاص بتنتهي بقى في الفيلم ده مع الشرير الهاي ايفولوشنري. طبعا الشرير ده برضو ممكن نقول ان هو شبه ايجو في بعض الحاجات، ان هو كان بيعامل كل الكائنات اللي بيعمل عليها تجارب دي او الحيوانات اللي بيعمل عليها تجارب دي كانها اشياء مش ارواح بتحس زي اي حاجه، وان فعلا هو بيعذبهم بالطريقه اللي هو بيعملها دي، شايفهم اشياء بس هتوصلوا لمهمته عشان يوصل للمجتمع المثالي. في حاجات كتيرة قوي عايزة اتكلم عليها في الموضوع ده. اول حاجة فيهم ان المجتمع المثالي او الفكرة دي فعلا فكرة خطرت على بال البشر في الحقيقة، وهي فكرة ممكن لو ركزت فيها كده تلاقوها مستحيلة، لان الناس كلها مش شبه بعض، فمفيش حد او مفيش كل الناس هتقدر انها تتبع حاجة معينة، تتبع خطة معينة، وفي الآخر هيوصلهم لمجتمع مثالي وحلو وما فيهوش أي أخطاء. فيلم فعلا خطة الهايبرشنة دي عمرها ما كانت هتنجح. حتى الكوكب اللي هو كان عمله ده وعايش عليه الفصيلة دي من الكائنات، كان فاكر ان هو مثالي، لكن لما بيكتشف ان لا، في ناس قطاع طرق ومتسولين وحرامية، بيدمر الكوكب ده وبيبتدي تاني من الاول، لان خطته عمرها ما هتنجح. الابطال بتاعتنا برضو في الفيلم ده رحلتهم برضو عكس الشرير تماما. الشخصيات بتاعتنا بتمشي في طريق مختلف تماما، لا ان احنا لازم نتعاطف مع بعض ونحس ببعض، ولازم ان احنا نخاطر بحياتنا عشان نساعد صديقنا روكيت اللي مر بكل الحاجات السيئة دي اللي احنا منعرفش عنها كتير. روكيت هنا برضو هو طفل، زي اول حاجة بيكتشفها بعد تجارب الهاي ايفولوشنري، ان زي ما في الم وشر في الكون اللي احنا عايشين فيه، بيكتشف ان ممكن برضو يكون في حب وصداقة اللي بيكتشفها مع ليلى واصدقائه. برضو عندنا مانتس بتلعب دور كبير قوي في الثيم او القصة او الرسالة اللي احنا بنحاول نحكيها هنا،
ان هي كانت دايما هي اللي بتربط اعضاء الفرقه ببعض. لما كان مثلا في اتنين بيتخانقوا مع بعض، لا بتحاول انها تفهمهم بالظبط دوافع التانية اللي هو بيعمله ده. فمثلا في مشهد في الفيلم نيبيولا ودراكس بيتخانقوا مع بعض، وبتقوله ان هو ملوش لازمه وان هو زي إعاقة كده في الفرقة، لكن مانتس بتوقفها وبتقولها إنه لأ، إحنا بنحبه بسبب الصفات اللي ممكن تكون سيئة فيه، غبائه مثلا، سذاجته، هي اللي بتخلينا نحبه كشخصية، وهي دي اللي خلتنا نضمه للعيلة بتاعتنا. فما ينفعش ان احنا نقوله لا هي دي الحاجات الوحشه اللي فيك، لا احنا بنحبه زي ما هو. ديتيل او تفصيله مش ملاحظه ممكن تكون في الفيلم، الكائنات الكبيرة دي اللي بيلاقوها في مكان الهاي ايفولوشنري في الفيلم، مانتس برضو هي اللي تقدر تحس بيهم وتفهم انهم برضو حيوانات خايفة زيهم. هما بس عشان كبر حجمهم بيبقوا شكلهم مخيف، لكن هما خايفين منهم وخايفين من المكان اللي هما فيه ده، وعايزين بس يهربوا، فبتتعاطف معهم وبتفهمهم وبتهربهم من المكان ده. جامورا برضو اللي من 2014 بنشوفها انها بتكتشف في نهاية الفيلم ده، رغم انها مش قادرة تحب الفرقة وتحب بيتر زي ما نسختها المستقبلية عملت، لكن هي فهمت ليه جامورا حبتهم في المستقبل يعني، وفهمت ليه هي حبت العيلة دي وتعاطفت معاهم، فبالتالي بتخاطر بحياتها وبتساعدهم ينقذوا روكيت، عشان هي عارفة ان هم عيلة وان نسختها القديمة كانت هتحب ده فعلا. الكلام اللي انا اتكلمت عنه ده عامة وكل الحاجات اللي انا ناقشتها في الفيديو ده بتوصلنا ان رسالة الثلاثية كلها هي التعاطف والاحساس بالاخرين، وهو ده كمان محور السلسلة كلها. لو ركزنا السلسلة كلها فيها ان الابطال بتوعنا بيحاولوا ان هم يتفهموا بعض، يعذروا الشخص اللي قدامه او يضموا حد جديد للفرقة ويتفهموا اخطائه اللي فاتت، وبيكونوا بيواجهوا شرير ما عندوش اي نوع من التعاطف، بيكون عايز كل حاجة مثالية وكل حاجة على الطريقة اللي هو عايزها. فده بيخلينا نوصل الرسالة او الرسالة توصل لنا بشكل احسن بكتير. وأعضاء الفرقة كلهم رغم ان هم مختلفين جدا، وفي منهم الساذج المزعج الغبي، لكن كلهم تقبلوا بعض بالطرق دي وحبوا بعض بالصفات اللي ممكن تكون سيئة، واحتووا بعض كعيلة كاملة. فهمنا قد ايه مهم ان احنا نتعاطف مع بعض ونعذر بعض كمان في حياتنا الحقيقية، لان احنا مش عارفين قصص الناس ممكن تكون صعبة قد ايه او بيحصل فيها ايه، وان احنا مش شايفين الصورة كاملة، فلازم ان احنا نتعاطف مع بعض ونساعد بعض في اوقات الشدة ونشوف الناس محتاجة ايه، نحتوي بعض، وبالذات ان احنا نتعاطف مع الحد الاضعف مننا زي مثلا الحيوانات. بس ده كان فيديو النهارده والحلقة التانية من مختبر السينما اللي انا حبيت فعلا العمل عليها، كتابتها وتسجيلها، انبسطت جدا في الفيديو ده. اكتبوا لي انتوا كمان رايكم ايه في الكلام اللي احنا ناقشناه في الفيديو ده، هل انتوا شايفين ان في حاجات كان ممكن ازودها؟ اكتبوها لي نتناقش مع بعض في الكومنتات، وما تنسوش كمان انكم تكتبوا لي حابين تشوفوا ايه اكتر في السلسله دي تحديدا، نتكلم عن ايه المره الجايه، فيلم معين، مسلسل معين نحلله ونتكلم عنه. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وسلام.